السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية. أهلا وسهلا بكم معنا في هذا المقطع الجديد نتكلم فيه عن أخبار وأسعار المواشي اليوم بولاية الجلفة، بعد ما أكدوا الكثير من الممولين بأن الأسعار تراجعت نوعا ما، ولا البيع مش حار كما يقولوا، بسبب عدم سقوط الأمطار، بسبب الجفاف، بسبب غلاء الأعلاف ومتطلبات أو مستلزمات تربية المواشي. عزيزي المشاهد، ندعوك في البداية إلى الاشتراك في القناة والتفاعل مع الفيديو بالإعجاب تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هذا كما راكم تشوفوا أعزائي الكرام زوج علوشات. هذه العلوشات عاطين فيهم أكثر من 3,800,000 تقريبا 4 ملايين غيرش. هذو زوج علوشات كما راكم تشوفوا، العلوش الحمراء مليحة والعلوش البيضاء شوية ناقصة. العلوش البيضاء طويلة كما راكم تشوفوا فيها والأخرى ناقصة. وش نقولوا حنايا؟ اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. هذا بالنسبة للعلوشات هذون. نمر إلى هذا الكبش اللي راكم تشوف فيه. هذا الكبش كبش رباع، كبش نتاع فحولية. شوف القرون نتاعو كيف دايرين كالرسور، متزوز رباع. وش معنى رباع؟ يلزمنا نفهمكم وش معنى رباع. كبش رباع معناه عنده أكثر من 2 عام وأقل من 3 سنوات. من اللي زاد عنده أكثر من 2 عام وأقل من 3 سنوات. هذا الكبش عاطين فيه أكثر من 7 ملايين. 7 ملايين كبش رباع، معناها مازال غالي صوب، معناها غالي السومة تاع صوب غالية. عاطينه 7 ملايين، أكثر من 7 ملايين، ومازال ما باعش. هو حابو يجيب 8 ولا يفوت له 8. شوف الله يبارك كيف راه داير هذا الكبش. كبش نقدروا نقولوا في حل، يقدر ثاني يعيد به الإنسان نورمال عادي. يحبوه توا العاصمة، على بالك علاه يحبوه. هذا الكبار هذو توا يبداو يتبارزوا هما وكباش تاع الجيران توا يحبوهم. توا الجزائر يحبوا يشروهم الكباش هذو القدر، يشروهم باش المبارزة ويحنوهم ويخدموا بهم ويتهلاو فيهم قبل عيد الأضحى. نمر معاكم من هذه الخروفات. 3 خروفات هذون عاطينه 2,800,000. 3 خروفات، زوج بيض وواحدة شعلة وراسها أحمر كما راكم تشوفوا فيه. عاطينه فيهم 2,800,000. صاحبهم قاطعهم ب3 ملايين. 3 ملايين ما مش بعاد نتاع اللحم هذا انتوا اللحم. هذا الكبش اللي راه في الارض هذا دايخ. هذو النعاج هما اللي يجيبوا الخرفان اللي قبيل، هما اللي يجيبوا الكباش هذوك اللي قبيل. هذو كما راكم تشوفوا فيهم نتاع موس. هذو راهم خشانات الله يبارك. هذو انتوا ذبح نتاع عراس، نتاع عيد تقدر تعيد بهم عادي، ولا ما لا. الزيت وشني تكون خالية من العيوب فقط وتعيد بها عادي. هذو النعاج كما راكم تشوفين عاطينه فيهم 4 ملايين غير 100,000. عاطينه 3,900,000. 3,900,000 هذا الربع نعاج كما راكم تشوفين. نعاج شوية كبار، 4 ملايين غير 100,000. 3,900,000. هذو خرفان وخوفات مخلطين. هذا كبش كما راكم تشوف فيه، كبش رباع عنده أكثر من 2 عام وأقل من 3 سنوات. عاطينه 6,800,000. عاطينه فيه 6,800,000. شوية شاحب شوية ناقص مقارنة مع الكبش اللي قبيل وريناه لكم. هذا ناقص مع ذاك مقارنة بالآخر. أكثر من ذلك هو فرطاس، ما عندوش القرون. هذاك اللي قبيل عنده القرون وهذا ما عندوش القرون. أصحاب الجزائر أصحاب الشمال يقعدوا رايحين يشروا كبش، رايحين يعيدوا به يشروا الكبش اللي عنده القرون. هذوك اللي دايرين كالرسور هذوك يحبوهم. هذا كبش ما شاء الله تقدر تقول نقدر نخليه في حل عادي، يكرموا برك وولي في حل عادي. شوية يتهلا فيه، هذا مش متهلا فيه، مولاه مش يتهلا فيه، معناها منقص له العلف.
نمر معاكم لهذا الجلبة اللي راها في وسط هذا الزريبة. كما راكم تشوفوا أعزائي الكرام، 2 4 6 2 4 6 7 8 9 10 كباش هنايا. هذو عاطين فيهم، هذا الكباش راكم شايفينهم عاطين فيهم 6 و800 6 ملايين و800. صاحب هذا القروالة هذا الكباش قال لكم كنت خطاو لي 7 ملايين نفوتهم، خطاو لي 7 ملايين. طالب أكثر من 7 ملايين، اللي حاب يشريهم طالب فيهم أكثر من 7 ملايين. أعزائي الكرام، الممولين قال لك السوق والبيع راه موش حار، كاين بيع لكن بيع ماهوش حار، الناس مش حارة في الشريعة. لا، العام صعيب، المطر ما نزلش، العلاف غالية، المربين كرهوا، رايحة الكثير من المربين يدخلوا للبلاد ويخطئوا ويبطلوا هذه التربية تاع المواشي كما راهم يحكوا يقولوا. هذو كبشين كما راكم تشوفين مقرانين في 2 مقارين، عاطينه 7 ملايين و300 ألف، عاطينه فيهم 7 ملايين و300. ومن بعد كي رجعنا ليه لقيناه لحقوا 7 ملايين و400 ألف. مولاهم قال كون يجيبوا لي 8 ناوي في 8، لكن 8 بعاد بزاف. هذو علالش كما راكم تشوفيهم علالش، وهذو خرفان تاع سناء. هذا ما يمكن مشاركته معكم في هذا المقطع أعزائي الكرام. اليوم درنا معكم هذا المقطع حول أسعار المواشي في السوق اليوم. هذه رسلة نتاع خرفان وخروفات عاطينه فيهم 4 ملايين و800، مخلطين فيهم خروفات وخرفان عاطينه فيهم 4 ملايين و800 كما راكم تشوفون أعزائي الكرام. لا تنسوا الاشتراك في القناة والتفاعل مع الفيديو بالإعجاب تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. لا تنسوا التعليقات أسفل هذا الفيديو تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله أعزائي الكرام. دمتم في رعاية الله وحفظه. كنا معكم في هذا المقطع بعنوان أخبار وأسعار المواشي اليوم بولاية الجلفة. تراجع للأسعار في ظل هذا الجفاف وعدم نزول الأمطار، فاللهم نسألك غيثا نافعا هنيئا مريئا يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من القانطين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك.